نرجو أن تبقى معنا سيد هيكل فقط حتى نعود ربما إلى صلب الحديث فيما يخص هذه الحلقة، وهم ضحايا تلك الممارسات التي كانت أثناء الثورة التونسية، فمحاسبة الضالعين في جرائم ضد مواطنين تونسيين في خضم ثورة تونس ليست قضية نظرية تبدأ وتنتهي عند جدل قانوني بارد حول صحة أو خطأ هذا القانون أو ذاك، لكنها في الأساس قضية عدلية وإنسانية تخص مئات الأسر التي تتقلب في الآلام منذ أن فقدت أعزاء لديها في خضم أحداث الثورة. أسرة الشهيد أنيس الفرحاني واحدة من مئات الأسر التونسية التي جرعها مجرمو النظام البائد في تونس ألم فقد إحدى فلذات أكبادها. هذا هو أنيس الفرحاني، فتى لا تميزه هذه الصور العائلية بكثير عن غيره من الشبان التونسيين الذين عايشوا لسنوات متتالية حكم بن علي. قامت الثورة في تونس، فخرج أنيس يشارك في المظاهرات السلمية التي قالت لا لاستمرار الدكتاتورية تثقل كاهل التونسيين. الزمان 13 من شهر يناير. المكان منطقة لافايات بالعاصمة تونس. كر وفر بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب. أنيس كان بين أولئك الشبان يرفع معهم شعارات تدعو للحرية والكرامة لتونس وشعبها. احتجاج سلمي خال من أي مظهر من المظاهر المسلحة أجاب عليها أفراد الأمن بالقنابل المسيلة للدموع، لكن الملازم الذي كان يقودهم على ما يبدو فضل استعمال طريقة أخرى لإخماد أصوات الرفض والاحتجاج، مستعملا الرصاص الحي في مقام يبدو أنه كان من الممكن جدا تلافي إطلاق الرصاص فيه. هذا هو أنيس، وقد تقدم نحو قوات الأمن وسرعان ما أصابته رصاصة في ساقه إصابة بليغة، نقل على إثرها إلى المستشفى ليلفظ أنفاسه الأخيرة يوم 15 من نفس الشهر. تظاهر من أجل الثورة يوما قبل انتصارها وأهداها روحه يوما بعد ذلك الحدث الذي أخذ يغير وجه العالم العربي برمته، لتأخذ قضيته بعد ذلك مجراها نحو أروقة القضاء مستندة إلى تقرير طبي وإلى المشاهد التي التقطها هاون لأحداث لافايات. أنيس ليس القصة الحزينة الوحيدة، ففي تونس بيوت كثيرة تنام وتصحو على فقد أحبتها وجرح آخرين تعدادهم بالمئات. وعن هذه كانت قصة سفيان، وسفيان واحد من العديد من الشهداء الذين سقطوا عذرا أنيس هو واحد من العديد من الشهداء الذين سقطوا أثناء هذه الثورة. معنا سفيان وهو شقيقه. سفيان، لعله ليس من السهل متابعة مثل هذه الصور واستذكار هذه الذكريات، لكن نود ربما مثل ما كان يتحدث السيد هيكل أن نتحدث عن المستقبل. أليس بالإمكان فعلا طي هذه الصفحة وربما إعطاء بعض الثقة وبعض الوقت لهذه الحكومة لكي تقوم بكل ما عليها في تعقب الجنات ومحاسبتهم ومساءلتهم؟ قبل الإجابة على هذا السؤال أود قبل كل شيء أن أقول أن هذه الصور التي بثتها الآن قناة الجزيرة طلبت من أو بالأحرى اتصلت بالإذاعة والتلفزة التونسية وقلت أن الكلام الذي كنت سأقوله الآن أجابوني بكل صراحة أنهم لن يتم بثه. هذه تونس الثورة، هذا إعلام الثورة، فهمتني. بعد ذلك بالنسبة للمصالحة، شخصيا وباسم عائلتي وباسم من أعرف ليس هنالك مفر من المصالحة لبناء دولة مستقلة وذات سيادة وحرة ومتوازنة، ويعني على جميع المستويات الاجتماعية اقتصادية سياسية، لكن لن تكون هذه المصالحة على حساب دماء الشهداء، لن تكون مصالحة على أساس النفاق، لن تكون مصالحة على أساس تعليمات خارجية تفرض على الحكومة السبل
التي ينبغي اتباعها لإرضاء القوى الخارجية أو لإلهاء الشعب أو لإسكاته أو لتعذيبه أو لترهيبه. كان منذ قليل كان السيد ممثل وزير الداخلية كان يحكي على الأمثلة والمصالحة. أعطانا مثال رومانيا. أظن أنه ليس من باب الصدفة أن يستدل بمثال رومانيا. نعم. رومانيا هي أتعس مثال للثورة. يعني تونس لن تكون رومانيا ولن تكون أي دولة يلتفون عليها ما دام هنالك أحرار وما دام هنالك من يقولون كلمة الحق. نعم. وبالنسبة لأخي أنيس، على فكرة سامحني، بالنسبة لأخي أنيس فما صورة يعني مربوطة بالقضية الفلسطينية لمدة 23 سنة أو أكثر، ونحن نتفرجوا في التلفاز الصورة التي يقف فيها الجندي الإسرائيلي ويستشهد فيها الطفل الفلسطيني أو الشاب الفلسطيني. هذه الصورة لن أبالغ أو ليس رياء أن أقول أن ليلة 12 جانفي ليلة الاستشهاد نتاعو يعني كان يحكي لي على الاستشهاد في غزة. يعني نحب نقول زاد ما نسيناش القضية الفلسطينية، وربي كرمه بالشهادة في تونس، نفس الصورة اللي تمنيها يعيشها فلسطين عاشها في تونس ومشى مقبل غير مدبر. وفوق هذاك الكل نرجع لملف المصالحة، يعني الكل توانسة. ولو تفضل أختي. أشكرك جزيل الشكر على هذه الشهادة المؤثرة طبعا لسفيان الفرحاني، وهو أخ الشهيد أنيس الفرحاني والأستاذ في العلوم القانونية. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من تونس.